هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في لغة بايثون وهي المتغيرات. يعني ايه متغيرات؟ هو عبارة عن مخازن أو حاويات تحتوي على مساحة للتخزين، ونستطيع استعمالها في تخزين أنواع مختلفة من البيانات مثل النصوص والحروف والأرقام. أول حاجة المتغير، عملنا متغير اسمه نيم وحطينا جواه نص اسمه أحمد، وعملنا متغير تاني اسمه ايج وحطينا جواه رقم اللي هو 20. تعال نشوفهم بنطبعه ازاي المتغير. اول حاجة عملنا متغير اسمه اكس وحطينا جواه نص اسمه هالو، وبعدين طبعنا الاكس. تعال نشغل الكود اهو طبع لك هالو. تمام. تعال نعمله كمان كود تاني، مثال اخر. عملنا متغير اسمه فيرست نيم وحطينا جواه، خزنا جواه نص اسمه احمد، وعملنا متغير تاني اسمه لاست نيم وخزنا جواه علي. تعال نطبعهم، الاسم الاول والاسم التاني اهو كده طبع لنا احمد وعلي. وكده نكونوا فهمنا يعني ايه متغير وازاي نستخدمه في بايثون. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واستنى الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن انواع البيانات في بايثون، داتا تايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.